وهو الذي نفعله الآن. نحن الآن يقرأ طلبة القرآن الحفاظ الذين أخذوا القرآن عن الشيوخ، ويأتي عدد من الذين لم يأخذوا القرآن عن الشيوخ فيأخذون المصاحف ويتعلمون. فهؤلاء الذين يجلسون الآن في القراءة مع الناس لم يتيسر لهم أن يقرأوا القرآن أصلا. بعضهم في لاميسيون، بعضهم قرأ القرآن في واحد البرنامج، كان عندهم أستاذ ما يعرفش يقرأ القرآن. وكاين كنت شوف شنو كاين اللي راه عنده الدكتوراه ما عندوش القرآن، عمر ما شافوا قد أساتذة ديالو ما عطاوهلوش، ولكن يحب القرآن. فين يمشي؟ فين تقول فين تمشي الله يخليك؟ يقول كنمشي للحزب نتعلم القرآن، نتعلم لنا واحد مجموعة ديال الأشياء الآن حتى لو علمناها تحتاج إلى التطبيق. ما تعلم له أحكام التنوين والنون الساكنة ودرجات ديال المد واش 6 ديال الحركات، وكاين كلمات تعرفوا باللي الطلبة يحصلوا فيها، كاين كلمات اللي طالب اللي صحيح يتلف فيها ما يعرفهاش إلا ما قراش على الشيوخ. أهنك واش أئنك ولا أهنك، إذا أنت نعطيوه في المصحف نقول له هكذا اقرا روح لعب في المصحف اللي باش تكون دير السنة. والسماء بنيناها كي غتقراها شحال فيها مليار؟ 2. كلهم يقراوها السماء بنيناها بآيات. قال ما نحشيليش انا تما، قول هذا الشيء خصو ماشي تشوف تماك، شوف واسمع. القرآن هذا خصك تشوف شي شويه وغمض عينيك واسمع شويه يقول لك الشيخ ديالك. انت ما عندكش الشيخ، فإذا جاك هذا الإمام وكان لك شيخا أليس هذا من باب التعليم؟ هذا شيخ يعلمك. ولذا كان نقول لكم 2 حوايج: أعطيني واحد يقرأ القرآن بوحده بلا شيخ، وواحد يقرأ غير في الحزب، أتحداه أن يقرأ من الأول الثالث اللي صحيح. نتحداه إذا يقرأ كاملا، إذا ما سبقتوش مشيخ. ولكن عنده علماء هذيك مسألة أخرى، وهؤلاء لهم كلام. هؤلاء يلعبون بقراءة القرآن. الرجل يتجمع على القرآن يقبض المصحف ويبقى يقلب فيه باش ما يطيحش في البدعة، ولا ذلك القرآن جماعة البدعة يدير السنة يبقى يقرأ بالمقلوب. زعما قراءة القرآن بالمقلوب سنة، هذيك السنة راك دير هذوك، راك تلعب بالقرآن لأنك لا تستطيعه. ولذلك القاضي عياض أشار إلى هذا، قال: ووقف في كلمة يتدارسونه، يتلون يتدارسون، بمعنى أن ذلك نوع من الدراسة. لاحظوا واحد المسألة هنا، وأنا غادي نقولها لكم أنتم شوفوا إذا كان شي حاجة خطأ غادي نغيروها. لما تكونوا تجيبوا أنتم تجيب الإسلام يدخل المنطقة بحال شمال إفريقيا، بحال المغرب، مجموعة القبائل ديالهم ما كانش تعرف العربية، أمازيغيون كذا حبوا القرآن ولكن ما كانش يستطيعوا يقراوه. اش كانوا يديروا لهم الناس؟ يكون فقيه عنده الطلبه ديالو ويقرا مع الطلبه ديالو، يقول له باش يسنتو، يبداو حاضرين هكا. اذا ديك الاذن ديالهم تتعلم سميت تتعلم الصوت القراني، تتعلم لو بعض المرات تغلط له في الايه يقول لك راك غلط، وما حاولش القران ولكنه تعلمه. ولو اخطات فيه انت وانت تنطق فيه يمكن يصور لك هو ليس الطالب، ما مش حافظ القران، يعرف اللي غلط في هذه الايه. ولذلك كانت هذه طريقه عجيبه جدا في نشر القران في رؤوس الجبال، في المناطق التي تعممت فيها هذه الثقافه. ما كانش لم يكن بالامكان ان يؤخذ الناس واحد واحد، لان الناس مشغولون في فلاحاتهم ومشغولون بمسائل، وبعضهم لم يتيسر له القراءه اصلا، لا يعرف القراءه اصلا، ما يعرفه. كاين ناس في مناطق فيها اميه. والان نحن نتكلم عن العالم الاسلامي، العالم الاسلامي ومن اكثر العوالم اميه الان. الجهه اللي فيها تقريبا 50% الاميين، ماشي معنى الباقيين الى 50 اخرين معناه يقراوا القران. 50% هذو كاع ما تكلمش عليهم، هذو خرجهم بالحساب، وديك 50 اخرين 100 اجي نتكلموا عليهم. 50% فيهم نسبه كبيره لا تستطيع ان تقرا القران لانها لم تتعلمهم الشيوخ. يعني لما نقولوا 50% ماشي 50 واش دخل انت هذا اللي يقرا الفرنساوي نحسبوه حتى هو ماشي امي، ولكن لا يقرا العربيه. الذي يقرا العربيه وتعلمها ولكن يقرا لغه الادب فقط حتى هو بحالهم. الذي يتعلم لغات اخرى من غير العربيه ومن غير كذا ويعيش خارج، هو نسميهم مثقف ونسميه، ولكن لا يعرف لا عربيه ولا. على كل حال اذا كنا نريد ان نحدث الامه وان نعلمها فلا بد ان نتحدث عن هذه القضيه التي يتدرسونه، ويكون القراءه الجماعيه من باب التدرس. نجيب لكم واحد القضيه، نجيب لكم سهله ماشي ما نطولوش فيها.
إذا لأن الأمور بمقاصدها وبمآلاتها. الآن لو تأخذ واحد، فتحوا أنتم مثلا يجيو الطلبة ولا شي حد يقراوا آمن الرسول، ياك كل شيء يقرا معك، تقرا آية الكرسي يقراوا معك، ياك شي حاجة تدخل شي آيات اللي يسكتوا كل شيء. باللي قريب من أين جاب الناس هذيك آمن الرسول؟ فين قراوها؟ ولا حتى هذيك نقولوا ما تقراوهاش، واستناو حتى يقراوها لكم في المدرسة ويجيبوها لكم. هذاك تعلم بالقراءة الجماعية، لأن الناس ماشي مستعدين باش. أنا نقول لكم الآن الوضع ديالنا اللي باغي نتكلموا فيه، جيبوا لي الآن ندير لكم امتحان، كونوا جالسين فيك جالسين، أعطيني 1000 شحال في واحد يقرأ قراءة حقيقية، يقرأ دعاء القنوت. دعاء القنوت تقول له الله يخليك اقراه لي، نقول لكم وقيلا واحد في 90% ما يعرفوش، واقفين في الصلاه 60 سنه وهو يصلي، ولا واللي بغى يدير شي امتحان يمشي لشي جهه وتيقول الله يخليك اقرا، ولا غير يكتبوه له ابدا. كان اللي تمتم، كان اللي كذا، قول الله يخليكم قراو لنا دعاء الجنازه، صلاه دعاء الجنازه. شحال كنت توقفوا على الجنازه؟ دائما كنت توقفوا على الجنازه. واحد عاد اللي دار فيه الخير زعما داك السيد اللهم اغفر له وارحمه، اللي زعما دار فيه هذاك السيد اللي ذاك الميت، لو كان يقدروا يقولوا ما جبتوني هنا دخلنا عليكم بالله ما تعرفوش تقراوا، ولا جيبوني فوتوني ديريكت كاع ما تجيبوني، لان ما جبتوا انت غادي تدعوا له الله. جبتوا وخرجتوا من دارهم وجبتوا في الجامع، وهو يستناكم صلاه الظهر 3 سوايع هو قاعد في المقصوره. منين جاو 5 ولا 6 اللي عرفوا يقراوا دعاء الجنازه؟ ارانا ما كان فيها المثنى، وما كان فيها المثنى يقلبوا له كل شيء وتلف لهم المثنى المنصوب والمرفوع ويمشي بلا صلاه الجنازه، بلا دعاء الجنازه. انت اللي في حياتك وقت يتلف، عبداك وابن عبديك وابن امتيك كانا يشهدان، وتمشي الالف والياء ويبقى يقراوا احنا. فهمتوا؟ اذا هذا الواقع، ما تكلموناش على الاشياء اللي ماشي موجوده، تكلمونا على الامه هذه تكوينها، هذا ثقافتها. لو فرضنا اننا كنا قبل، وهذا نقول بعض، لو كان كل ما يكون صلاه الجنازه يجي الامام، الان هذا الواقع، هذا ماحناش نبقاو نجيبوا شي اشياء اللي كل مره يجي امام شكو يكون عندك الجنازه والناس يستناو واحد ربع ساعه، قرا دعاء الجنازه، رفد ذاك الوقت يقول له الاخوان الله يخليكم نقرا لكم دعاء الجنازه، اللهم انه غادي اليوم وغدا وغدا من بعد على الاقل ما يغشوش ذاك الميت اللي راه جاي مسكين يستنى تماك. راكم فاهمين ولا لا؟ هذا المثقفين الان اللي يقول لك راه حنا قاريين، اللي راهم يناقشونا، نقولوا قرا دعاء الجنازه تعرفها، خلينا كان على 10 ولا 15 ديال الناس راهم متلاهيين وراهم مشتغلين بالقراءه وراهم كذا، ويقول لك احنا الاسلام ماشي هو الاسلام، هو الامه، الاسلام ماشي هو الافراد. اذا كنت انت ولا 15 راكم مشتغلين في العباده الله يعاونكم، وراكم مهتمين وراكم تقراوا الحديث وراكم، ولكن الامه شكون؟ الناس اللي بغاو في الدول الان اللي كانوا باغيين يعموا بعض المقولات، شكون يديروا؟ دائما القراءه الجماعيه، يديروا نشيد ديال الحزب كل شيء يقراه، نشيد وطني كل شيء يقراه في التلفزيون، الطفل الصغير يعرفه ولا اخر كبير، لو كان هذاك النشيد الوطني سري شكون اللي يقراه؟ لو كان راك تسول حتى العسكري ما يعرفوش، حتى الجندي ما يعرفوش، ولكن الان يقراو في الرياضه، يقراو في كذا، ما قالوا حتى واحد لا بدعه ولا ولذلك الناس كاع يعرفوا الاناشيد الوطنيه ديال بلادهم. كاينش واحد الانسان تجرو في بلادي يقول ما نعرفش النشيد الوطني ديال بلادي، لانه يحتاجوا يقرا في اللعبه الرياضيه، نهار اللي غادي يديروا الفرق غادي يقراو اللعبه النشيد الاول، والناس تشوفوا بعض المرات الالمانيين كيفاش يقراو وبالاعتزاز ويديروا يديهم على صدرهم ويديروا على، ولذلك الناس يعرفوا لانه جماعي. الطريقه الجماعيه هي طريقه التعليم الشعبي، وليس فيها ما يعارض، لأن المآل هي أن تنشر لغة القرآن وقراءة القرآن. فمن أين يأتيكم الخطأ في هذا؟ من أين تأتون؟ إذن فهذا قول كما ذكرت لكم قول القاضي عياض. وبعد القاضي عياض جاء الإمام شرف الدين النووي وأيد كلام القاضي عياض، وسئل ابن القاسم يقال، وقاضي عياض قال كلمة أضيفها، قال القاضي عياض وهو ما قاله من غيره علماء آخرون، قال إن مالكا رجع عن قوله بكراهة قراءة الجماعة، إن مالكا رجع عن قوله بكراهة قراءة. ثم قال ابن القاسم، سئل ابن القاسم قبل هذا، سئل عن قراءة جماعة، الناس يقرؤون جماعة فلم ير بها بأسا. وأبو سعيد بن لب من علماء الأندلس سئل في ذلك وقال بأنها طريقة محمودة يقصد بها أن يعلم الناس القرآن
وتعميم قراءة القرآن حتى لا يبقى القراءة قراءة فردية مثل ما يقع عند اليهود النصارى يقرأوا الأحبار فيهم يقرؤون الكتاب، لا تقرأوا الأمة. نحن نقرأه ونفتحه الجميع ويقرأه الجميع ليتعلمه الجميع. بالنسبة للإنجيل أو التوراة يقرأه الأفراد أي المتخصصون في الدين، ونحن هذا فرق بيننا وبينهم أننا نقرأه عام. وحينما تقرؤون تذهبون مثلا إلى شرح المواقع على الشيخ الخليل تجدون أن هذا الكلام هو. إذن هنا نعطيكم 6 ولا 7 لدينا العلماء الذين أشاروا إلى هذا وأمامهم علماء آخرون. ثم الأمة فعلت هذا. أنتم تعرفون بالنسبة للمغرب من زمن الموحدين. لماذا نجعل همنا الكبير أن لا يقرأ الناس القرآن جماعة؟ هل هذا أولى أم أن نشتغل على ورش آخر هو أن يقرأ الناس القرآن؟ يجب أن نكون واقعيين فنجعل الناس ترتبط بالقرآن.